السؤال اللي قدامنا ده هو محور كل كلامنا النهاردة. تخيلوا معايا الموقف كده، عايزين تقترحوا خروجة على صاحبكم بالألماني. يا ترى أول حاجة هتتقال إيه؟ الإجابة على فكرة أبسط بكتير مما تتخيلوا. بصوا، أي خروجة أو أي خطة بتبدأ منين؟ من إننا نكون عايزين نعمل حاجة معينة. فالخطوة الأولى والمنطقية جدا هي إننا نعرف إزاي نقول أنا عايز أو نفسي في كذا بالألماني. دي نقطة البداية بتاعتنا. في الألماني عشان تعبروا عن رغبتكم بطريقة شيك ومستخدمة جدا في كلمتين سحريتين. إيش مشتا؟ يعني لو ترجمناها كلمة كلمة هتبقى أود، بس في الكلام العادي معناها أنا عايز أو نفسي فيه. دي بتخلي الكلام لطيف كده ومش مباشر زيادة عن اللزوم، على عكس كلمة تانية زي إخفيل اللي ممكن تبان كأنها أمر شوية. طيب، خلينا ناخد مثال عملي. نفسكم تشربوا قهوة، هتقولوا ببساطة شديدة إيش مشتا einen Kaffee trinken. ركزوا معايا في حاجة مهمة هنا. الفعل الأساسي اللي هو trinken أو يشرب جه فين؟ في آخر الجملة. دي قاعدة مهمة قوي. ناخد مثال كمان عشان المعلومة تثبت. لو عايزين تاكلوا كيكة، هنمشي على نفس الطريقة بالظبط. Ich möchte Kuchen essen. برضو الفعل essen اللي هو يأكل جه في آخر الجملة. بسيطة خالص اهي، صح؟ تمام قوي. كده عرفنا إزاي نعبر عن اللي إحنا عايزينه. نيجي بقى للنقطة الأهم، إزاي نحول الرغبة الشخصية دي لسؤال أو اقتراح نعرضه على حد تاني. بصوا بقى على السحر ده. عشان تحولوا الجملة لسؤال، كل اللي بنعمله هو إننا بنعمل حركة مقص بسيطة. بدل ما بنقول إيش مشتا، بنبدل أول كلمتين فتبقى مشتس دو، وبكده اتحولت من أنا عايز ل هل تحب. بعد ما قلت أنا عايز أشرب قهوة، ممكن تبص لصاحبك وتسأله möchtest du auch Kaffee trinken؟ كلمة أو هنا معناها أنت كمان أو برضو. أو ممكن تدخل في الموضوع على طول وتقترح مكان، زي مثلا möchtest du in ein Café gehen؟ يعني ببساطة تحب نروح كافيه؟ طيب، افرضوا إنه في كذا اختيار مطروح. إزاي بقى نقول إننا بنحب نعمل حاجة معينة، أو الأهم بنفضل حاجة عن حاجة تانية؟ لو عايزين تقولوا إنكم بتحبوا تعملوا حاجة بشكل عام، هنا بنستخدم كلمة صغيرة بس مهمة قوي، جرن. فكروا فيها كأنكم بتقولوا بعمل الحاجة دي بمزاج أو بحبها، بنحطها بعد الفعل على طول. يعني مثلا لو حد بيحب يروح النوادي أو الكلوبز، ممكن يقول Ich gehe gern in Clubs، معناها أنا بحب أروح النوادي. ودي بقى نقطة مهمة جداً. إيه الفرق بين جان وليبا؟ زي ما هو واضح قدامكم، الموضوع عامل زي الفرق بين like و prefer في الإنجليزي. جان معناها بحب الحاجة دي، إنما ليبا معناها بفضل حاجة على حاجة تانية. يعني لو صاحبكم اقترح تروحوا كلابس وانتوا بتفضلوا البارز أكتر، هتردوا ببساطة وتقولوا إيش جاي ليبر إن بارز. استخدام ليبر هنا بيوضح إنكم بتقدموا اقتراح بديل انتوا بتميلوا له أكتر. خلص، كل واحد قال هو عايز إيه واقترحنا اقتراحات وعرفنا مين بيفضل إيه. فاضل بس آخر خطوة، وهي إننا ناخد القرار النهائي ونتفق على مكان. عشان نقول يلا بينا نروح أو لنذهب، بنستخدم الصيغة البسيطة دي gehen wir. فبعد كل النقاش ده ممكن حد يجي في الآخر ويحسم الموضوع ويقول gehen wir ins Kino، يعني خلاص يا جماعة يلا بينا على السينما. وبكده الخطة اكتملت واتفقنا. وبس كده شفنا إزاي نعمل خطة كاملة بالألماني بخطوات بسيطة جدا. ودلوقتي السؤال ليكم، بعد ما عرفتوا الأساسيات دي، تحبوا تروحوا فين؟ حاولوا كده تفكروا في الإجابة بالألماني. أشوفكم في شرح جديد.